بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض العيش الشامي في البيت لسحور رمضان بأقل تكاليف وبمنتهى السهولة ومن غير فرن كمان. من غير فرن؟ أيوة من غير فرن، وهتشوفيه قدامك كده وهو بينفخ وإيه تحفة. إيه رأيك؟ بصي ومفتوح وبيفتح إزاي، مش ملزق كده في بعضه، وفي منتهى الجمال، واللقمة زي الملبن في إيدك. بصي عامل إزاي. بس لو عجبك الفيديو زي ما اتفقنا ما تبخليش عليا، لو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس واللايك الحلو بتاعك، ويلا بسرعة عشان اقولك اتعمل ازاي. نبدأ بسم الله. انا معايا كيلو دقيق منخول متعدد الأغراض، ونص معلقة صغيرة ملح. تمام كده، هنقلبه كده على بعضه. انا ما حطيتش الخميرة، انا مجهزة اهو في الفخارة اللي ورا دي، مجهزة فيها معلقتين كبار مليانين خميرة. احنا كده هنركن اهو الدقيق على جنب، وهنجيب طبق تاني هنحط فيه معلقتين كبار مليانين خميرة او باكوين خميرة، وعليهم معلقتين كبار مليانين سكر، وكوبايتين مية دافية. مية دافية. لسه هحتاج كوباية تالتة بس دي هخليها للآخر. هنشوف العجينة هتطلب معايا ايه. زي ما احنا عارفين مش كل الدقيق زي التاني. هقلب بقى كده كويس قوي الخميرة مع السكر مع المية، وهغطيها واسيبها تخمر معايا شوية. يبقى انا كده اسمي بختبر الخميرة بتاعتي. هغطيها كده واركنها شوية. بعد شوية اهي، بصي شايفة الفقاعات اللي طلعت فوق وش الخميرة دي؟ ده كده الخميرة بتاعتي تمام وكويسة. معلش بس هنا الكاميرا كانت مقفولة وما خدتش بالي. انا حطيت الخليط بتاعي دون على الدقيق، وحطيت عليه نص كوباية لبن دافية ومتدوب فيها معلقة سمنة بلدي. الخطوة دي اختياري، مش عايزة تحطيها الغيها كأنك ما شفتيهاش. انا بس عايزة اعزز الطعم وازود القيمة الغذائية بتاعت اللقمة بتاعتي، لكن مش عايزة تعمليها براحتك خالص. يبقى انا هنا حطيت الخميرة اللي أنا كنت مخمراها، اللي هي كوبايتين مية دافية عليهم معلقتين كبار مليانين خميرة ومعلقتين كبار مليانين سكر. حطيتهم عليها، حطيت عليها نص كوباية لبن دافي بمعلقة سمنة بلدي، ودي خطوة اختيارية. الكوباية التالتة اللي قلتلك عليها اهي، خدت منها شوية بشوية، وده طبعا كل دقيق مش زي التاني. وعايزة العجينة بتاعتي تبقى ملزقة بالطريقة دي. شايفاها ملزقة ازاي؟ انا مش عايزة العجينة بتاعتي تبقى مكتومة. على الرخامة بقى، وطبعا الرخامة بتاعتي متصبنة كويس ومطهراها بمية وخل. خليكي عارفة التركات الصغيرة دي. واعجن فيها كده واعمل فيها زي ما انا عايزة، اطلع غلي كله فيها بالطريقة دي كده. وبرضو بصي ملزقة شوية. شايفة المطة دي؟ ده كده نجاح العجينة بتاعتي. لازم يبقى فيها المطة دي. المطة دي بتيجي من كتر العجن فيها، تديكي معاكي المطة دي. هنا بقى الطبق بتاعي بدهنه شوية زيت صغيرين، يعني نص معلقة صغيرة كده زيت. وهاخد العجينة بتاعتي برضو، شايفاها ملزقة ازاي؟ انا عايزاها ملزقة كده عشان تبقى اللقمة بتاعتي هشة ولينة كده معايا زي الملبن. وبرضو شوية زيت صغيرين كده، وبرضو ادهن وش العجينة بتاعتي وهسيبها تخمر. انا علشان الجو ساقع كمان عملت ايه؟ غطيتها وحطيت عليها كمان بطانية كده اهي. العجينة بتاعتي خمرت، اديها البوكس التمام بالظبط كده اهي. شايفاها بصي زي الملبن في ايدي؟ شايفاها عاملة ازاي؟ ملزقة بسيط قوي. الرخامة بتاعتي بقى بعد ما نضفتها برضو هدهنها شوية هدهنها ايه، هرش عليها شوية دقيق، وهنزل بالعجينة بتاعتي. بصي الطبق نضيف ازاي عشان كنت دهناه زيت. العجينة بتاعتي في ايدي بصراحة ملبن. وبصي بتمط معايا بكل سهولة ازاي، بتفرد معايا بكل سهولة. ده لاني عجنها كويس ومخمراها كويس.
هقطعها بقى هنا بالحجم اللي انت حباه، عايزة الرغيف كبير عايزة الرغيف صغير براحتك. انا عملت جزء كبير وجزء صغير. الحجم ده بقى بتاعك انت. بالطريقة دي كده، وهمسك واحدة واحدة كده اعملها في ايدي زي البقجة. بصي بعملها ازاي؟ بعملها زي البقجة كده، فاكرين البقجة بتاعت زمان؟ هي زي البقجة كده. واكورها كده، واجيب اي بقى صينية اي فرشة عندي، ادهن عليها شوية دقيق، ارش عليها قصدي شوية دقيق، انا عمالة ادهن ايه، ارش عليها شوية دقيق، وانزل عليها بالكورة بتاعتي، واخلي بالي احطهم بالترتيب علشان انا هبدأ من اول كورة انا عملتها، علشان كل شوية بخمر في الرغيف بتاعي، كل ما بيخمر كل ما بيديني نتيجة احسن. اهي هاخد اول واحدة، نخلي بالنا بالترتيب علشان ناخد اول واحدة علشان الخمر، وافرد كده. طبعا انت عايزاه رقيق من غير ما يكون فيه البابا خالص زي سندوتشات الفول والطعمية كده، رققي زي ما انت عايزة. انا عايزة السمك بتاعه معقول كده، انا عايزاه يكون فيه شوية لبابة كده، عايزة اللقمة بتاعتي تشبع، مش عايزاه رقيقة. بصراحة بحس ان الرقيق ده ما بيشبعش. وعلى فوطة بقى، لازم على فوطة او على ملاية او على اي حاجة. طب ليه؟ علشان لما اجي اخد الرغيف بتاعي واحطه على النار ما يتقطعش مني. هنا بقى الطاسة بتاعتي بسخنها كويس قوي، وبعد ما تسخن بوطي عليها وانزل عليها بالرغيف، ومفيش دقيقة اروح قلبان الناحية التانية، وكل شوية اقلب فيه. كل ما تقلبي فيه كل ما هينفخ معاكي. لو سبتيه ما قلبتيهوش هينفخ بسيط، مش هينفخ قوي، وهيبقى من تحت مليان ومن فوق رقيق. انا عايزة وشه زي ظهره، عايزة يبقى من هنا زي هنا، مش عايزة ناحية مليانة قوي وناحية رفيعة. فكل شوية أقلب فيه، وكل ما أقلب فيه هينفخ معايا وهيديني نتيجة كويسة. بالطريقة دي كده. بصي، نفخة الرغيف لوحده قدامك فرحة، والله العظيم فرحة فعلا. بصي بينفخ معايا ازاي، كل ما تقلبي فيه كل ما هينفخ معاكي. بصي ودي رغيف تاني اهو، بصي كل ما تقلبيه كل ما هينفخ معاكي. ايه رأيك؟ بس ما اقولكيش وطعمه ايه حكاية. طعمه كده يتاكل حاف. بصي شكل الرغيف يتاكل حاف، تاخديه كده من على الطاسه سخن كده وتاكليه حاف، من غير فرن من غير تعب من غير اي حاجه، وما خدش مني وقت على فكره. ودي النتيجه النهائيه. ايه رايك؟ لو عجبك بقى جربيه واكتبي لي في الكومنتات، واكيد من ايدك هيبقى احلى. بصي زي ما قلت لك، عايزاه رقيق هتفرديه اكتر من كده، بس انا كنت عايزاه مليان كده. ما تبخليش عليا بقى. لو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي بسرعة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو بنزله، وخدي لك لفة كده في القناة هتعجبك الفيديوهات على فكرة. وما تنسينيش بقى في اللايك الحلو بتاعك يا أمرايا انتي، وكومنت كمان يفرحني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، واستنوني في فيديوهات جاية كتير.